السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غنشارك معكم ثلاثه الحلويات ديال العيد، حلويات دوز اتاي اللي كيجيو بنان وزوينين. عندنا هذه الحلوه هذه اللي كتجي رائعه بزاف بواحد المذاق عجيب. عندنا كذلك هذه الغريبه بالطابع بواحد النوغه كتجي او بديل النوغه كتجي غزاله بزاف واقتصاديه والمذاق ديالها زوين بزاف. وعندنا كذلك غريبه بالشكلاط كتذوب في الفم، كتجي رائعه بزاف وكتليق حتى المناسبات، كتجي غزاله بزاف. خليكم معايا حتى نهايه الفيديو تعرفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. واول شكل غنبداو به هو حلوه دواز اتاي سهله التحضير حتى لاخر لحظه وتوجدوها وكتجي المذاق ديالها خطير. حلوه عجيبه بمعنى الكلمه، مذاقها كيجي رائع بزاف، كتجي مقرمشه ولذيذه. ملي غتجربوها ما غتبقاش تخطاكم. سهله وبسيطه، ما فيهاش تماره بزاف، دغيا كتوجد ومقاديرها بساط. غتعرفوا معايا كذلك في الفيديو على عدد الحبات اللي كتخرج لينا بالضبط في اخر الفيديو، وكذلك شحال خرجت ليا من كيلو، يعني عبار شحال خرجت. فما عليكم الا تابعوا الفيديو حتى النهايه ديالو، ما تسرعوش لان الفيديو فيه اسرار وفيه المراحل المهمه. تابعوه حتى النهايه ديالو، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا 250 غرام ديال الزبده، من الاحسن تستعملوا ديال البواطه اولا الزبده سبيسيال. انا استعملت ديال البواطه، غنستعمل معها نكهه الزبده. ممكن تستعملوا حتى المارغرين وتستعملوا معها نكهه الزبده، ولكن الكميه ديال الزيت غتكون زايده. غنحتاجوا 2 ساشي ديال الفاني، قبيصه ديال الملح، كنعتذر الاضاءه شويه زايده، كاس ونص ديال سكر سنيده ما يعادل 225 غرام. غنحتاجو كذلك الكاس ونص ديال الزيت 225 غرام، وغنحتاجو الكاس ديال الكوك محمر ما يعادل 60 غرام. كناخذوا الكوك ميدم نوعيه جيده، كنحمروه في مقله على نار مهيله مع التحريك المستمر بمعلقه ديال الخشب حتى كيتحمر وكياخذ لنا هذا اللون. غنحتاج الكاس لاروب ديال بودره الكاوكاو اولا الكاوكاو مطحون محمر ومطحون ما يعادل 40 غرام. غنحتاج كذلك لواحد الياغورت طبيعي، 2 حبات ديال البيض بدرجه حراره الغرفه، 5 الحبات او 5 القطع ديال الفرماج مثلث، و2 خمارات. وغنحتاجوا كذلك الدقيق حسب الخليط. غتكتشفوا معايا الكميه بالضبط في اخر الفيديو. بالنسبه للطريقه، في اناء كندير الزبده دائما تكون بحراره الغرفه، تكونوا مخرجينها من الثلاجه. بالنسبه للحلوى دواز اتاي من الاحسن انكم تستعملوا زبده البواطه اولا سبيسيال، كتعطيها مذاق احسن من المارغرين. ولا توفرت المارغرين فكديروها. درت معها قبيصه الملح، معلقه صغيره ديال نكهه الزبده، كتجي بحال دايرين زبده سبيسيال، ماشي بالضبط ولكن مهم المذاق كيتغير. ضفت عليهم الفاني، سكر سنيده والزيت، وغنخلط هاد المكونات كامله مع بعض. كنخلطهم مزيان حتى كينسجموا وكيولي ليا الخليط كريمي بالشكل اللي غتشوفوه معايا. كنخدمهم مزيان ما يبقاوش دوك الحبيبات ديال الزبده وداك السكر كيذوب. من بعد كنضيف القطع ديال الفرماج. فالمذاقات اللي درنا الفرماج مع الكوك مع كاوكاو كيعطيو يعني واحد لوغو رائع بزاف، واحد المذاق اللي خطير. هما السر ديال هاد الحلوه هادي يعني في هذا المذاق هذا. فكنضيف 2 حبات ديال البيض دائما يكون بحراره الغرفه. هنا عندي البيض الحجم شويه كبير، كنخلط مزيان حتى كينسجموا. ثم غادا نضيف عليهم الياغورت الطبيعي. من الاحسن ان الياغورت يكون طبيعي او لا يكون ديال الكوك او لا ديروا يعني بيرلي. صافي. من بعد ضفت عليهم الكوك محمر وكاوكاو محمر، البودره ديال الكاوكاو محمر، وكنخلط مزيان. من بعد كنبدا كنضيف الدقيق بالتدريج. فالدقيق خاصو يكون مغربل
ضروري هذه. بالنسبه لي هنا عندي 700 غرام. وانتم غتشوفوا معايا بالضبط الكميه شحال غتهز. ودائما الكميه ديال الدقيق كتبقى على حسب نوعيه الزبده اللي خدمتوا بها وعلى حسب الحجم ديال البيض، يعني كيبقى كتختلف، وعلى حسب كذلك النوعيه ديال الدقيق واش كيتشرب ولا لا. ضفت عليهم الخمارات ما يعادل 16 غرام، وكنبدا كنخلط. دائما الدقيق تضيفوه بالتدريج غير بشويه حتى كيبدا كيتجمع الخليط. مهم في هذا العجين اولا في هذه الحلوه ما تكونش قاصحه، خاصه العجينه تكون رطبه، العجينه ديالها تكون رطبه بهذا الشكل هذا. يعني اون فوا كتخشي صبعك هكا كتلقايه كيخرج ناشف، كتجربي كتبدا كتشكل صافي كتحبسي. فهنا زدت تقريبا 21 غرام على ديك 700 غرام. الدقيق بالضبط خدات معايا 720 غرام. من بعد كنبدا كنشكل فيها. بغيتو تعبروا كتعبروا، ما بغيتوش كديروا بحال اللي درت انا، عينكم ميزانكم. كتاخذوا واحد الكميه واحد شويه ديال العجين كتشكلوه كتكوروه بين يديكم وكتعاودوا تشكلوه هكا طويل شويه بحال الشكل البيضاوي بحال الاصابع تقريبا، غير هما يكونوا غلاظ شويه بهذا الشكل هذا وبهذه الطريقه. صافي غادا نستمر بنفس الطريقه. حاولوا تباعدوهم لان فيهم الخمارات، 2 خمارات راه غاديين مازال يكبروا، وحاولوا ما تغلظوهمش بزاف، ما ترقوهمش بزاف وما تغلظوهمش بزاف لان مازال غيتنفخوا باش يلاه يجيو في الحجم هما هادوك. راه غير مني كتبداو تكوروا فيها وكتبداو تشكلوا فيها هكا كتعطي واحد الريحه اللي رائعه بزاف. يعني وانتم كتخلطوا فيها هذاك الانسجام ديال او داك الامتزاج ديال الكوك محمر مع كاوكاو محمر مع الفرماج ومع الياغورت كيعطينا واحد المذاق اللي زوين بزاف. غادا نستمر في التشكيل ديال العجين. كنتمنى يكون واضح لكم الطريقه باش كنشكل لان الاضاءه كانت زايده شويه، كانت شميشه. غادا نستمر بنفس الطريقه. في نفس الوقت راني مشعله الفران كيسخن من الفوق ومن التحت، النار تكون مهيله تكون ناقصه بزاف. هنا عمرت اللاطه الاولى غادا ندخلها للفرن. كي قلت لكم النار تكون من الفوق ومن التحت ولكن ناقصه بزاف. الا استخدمتوا الفران ديال الضوء تشعلوا الفوق والتحت على درجه الحراره 180. كيكون هذا الشكل ديالها كي كتشوفوا. غادا ندخلها للفران ونخليها حتى تحمر على خاطرها وطيب يذهب لونها. كتجيب هذا الشكل هذا كي كتشوفوا راها كتخمر، يعني يلاه كيجي الشكل ديالها هو هذاك. خرجت لي هنا 2 لاطات عامرين. كيكون هذا الشكل ديالها من بعد ما كطيب كي كتشوفوا راها كتجي محمره، يعني لونها مذهب، وملي كطيب راه كتعطي واحد الريحه اللي رائعه بزاف. من بعد ما كطيب غادا نوجد واحد التعليكه باش غادا نزينها. كناخذ تقريبا كاس ديال العسل، غنديرو فوق النار حتى يغلى وطلع فيه ديك الكشكوشه بهذا الشكل هذا، وغنضيف عليه 9 القطع ديال الشكلاط الابيض وغنحرك مزيان. هاد المرحله ممكن تستغناو عليها، يعني ممكن في الاول فاش كتكونوا كتشكلوا العجين دوزوه في بيض البيض وكاوكاو كونكاسي يكون ما محمرش، ولكن بهذه الطريقه يعني حتى كطيبوا كنديروا هاد التعليكه وكنديروها في الكاوكاو كونكاسي محمر كتجي احسن بزاف وكتعطينا واحد المذاق اللي رائع. من بعد كناخذ هكا حبه كندهنها بشويه ديال التعليكه. ردوا البال العسل الا كان سخون يعني مع الشكلاط راه كيكون كيحرق، فكتخليوها دفا واحد شويه عاد كتبداو تخدموا بها. عندي هنا كاوكاو كونكاسي محمر بهذا الشكل هذا. كندوز الوجه ديال الحلوه فيه بهذا الشكل وكنحطها، وغادا نستمر بنفس الطريقه. كنبقى كندهن الحبات بهذا الشكل، غير دهنه خفيفه ما تغطسوهاش لان الا غطستوها غادا تهز لكم بزاف وغادا تجلخ كامله. فكدهنوها بالتعليكه بهذا الشكل. هنا باش كنسهل عليا كندهن حبات
يعني القياس اللي غيهز ليا داك الطبسيل ديال الكاوكاو كنبقى كندهن وكنحط ليهم الوجه ديالهم في كاوكاو حتى كنكمل صافي، وكنبدا كنهز فيهم ونحط في اللاطه. فكيف كتشوفوا معايا راه هذه هي الكميه اللي خرجت ليا، راه خرجت تبارك الله الخير والبركه، يعني راه كتخرج بزاف وزوينه واقتصاديه. يعني مكونات ساهلين فيها، ماشي بزاف وماشي شي حاجه اللي صعيبه، اي واحد يقدر يدير هاد الحلوى. يعني ولو يكون اول مره غيصايب الحلوى يكفي انه يتبع المراحل فقط ويتبع النصائح. مهم ان العجينه تكون رطبه ما تكونش قاصحه، حيت الا كانت قاصحه العجينه غادا تشقق لكم وما غاداش تجي مزيانه، غتجي قاصحه. صافي كنبقى كندوز لهم الوجه ديالهم في كاوكاو بهذا الشكل هذا، وكنحط من بعد ما كنكملهم كاملين باش كنسهل عليا حتى كنكمل كلشي بهذه الطريقه هذه. غادا نجيب الشكلاط الاسود، انا استعملت كالا مع نقيطه ديال الزيت، ذوبته وحطيته حتى دفا واحد شويه على جنب، وغادا نبدا نغطس فيه النص ديال الحلوى بهذا الشكل هذا. كنشد الحلوى من القنت من الجنب وكنغطس النص ديالها وانا كنميل بهذه الطريقه هذه. كي كتشوفوا كتزيد كتبينها، يعني حسيت من الا خليناها غير بكاوكاو. ممكن الا ما بغيتوش ديروها كتغطسوها في النص، ممكن انكم ديروا غير خطوط ديال الشكلاط، ولكن بصراحه انا كنفضل هكا كيكون احسن، كيعطيها منظر احسن. وكيبقى لكم الاختيار نتوما ديروا اللي بغيتو على حسب اللي متوفر. كنغطس النص ديالها مايل بهذا الشكل هذا، وكنحط في واحد البلاطو اللي مفرش بابي كويسون اولا بالبلاستيك الغذائي اولا بلاستيكه باش ما كيلصقش لينا داك الشكلاط. ومن بعد غادا نحيدهم، غندفعهم باش كيجيوني مفينين داك الشكلاط، ما كيبقاش ليا في الجوانب. كندفعهم وكنعاود عاوتاني نكمل بنفس الطريقه، غنستمر بنفس الطريقه. من بعد ما كنعمر البلاطو كندخلهم للثلاجه، لان مازال شويه الحال سخون. كندخلهم للثلاجه غير واحد 5 دقائق يبرد داك الشكلاط صافي، وكنحيدهم وكنكمل بنفس الطريقه. من بعد كي قلت لكم كنخليها غير واحد 5 دقائق في الثلاجه، غير كيشد داك الشكلاط راسو ما يبقاش دايب صافي، وكنخرجها. بالنسبه لعدد الحبات اللي خرجت ليا بالضبط، فهي خرجت ليا 116 حبه بالضبط. اللاطه الاولى درت فيها 56 حبه، واللاطه الثانيه درت فيها 60 حبه، يعني 116 حبه بالضبط. بالنسبه للعبار هانتوما غادي تشوفوه معايا في اخر الفيديو، غنعبرها قدامكم. درت فيديو باش نعبرها قدامكم باش تشوفوا بالضبط شحال كتخرج، مع العلم انها يعني اون فوا كتصايبيها وكتبداي تحطيها، خصوصا الا عندك الدراري الصغار راه ما كتبقاش بكثره ما هي بنينه وغتعجبهم، ما كتبقاش كلشي اللي داز كيهز كياكل. انا دابا حليت معكم وحده باش تشوفوا كي كتجي من الداخل، يعني راه كتجي هشيشه ومقرمشه في نفس الوقت، وواحد المذاق اللي رائع، كتذوب في الفم وديك التقرميشه من برا، يعني واحد المذاق اللي زوين بزاف. هذا الشكل ديالها من الداخل، فكنتمنى انها تعجبكم وتجربوها. بالنسبه للعبار شحال كتخرج معايا نتوما كتشوفوا انا كنعبرها قدامكم، مع العلم ان تنقصوا يعني شحال من حبه تنقصات ما كتبقاش، يعني بكثره ما هي زوينه وبنينه ما كتبقاش دغيا كطير. هذه راه ما غتكملش عندكم سيمانه في الدار. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ فكديروها في واحد البواطه، كتشدوا عليها مزيان، ديروها في شي بلاصه ما فيهاش سخونيه بزاف باش ما يذوبش داك الشكلاط. من الاحسن بغيتو ديروها في الثلاجه كديروا. كي كتشوفوا هذا هو العبار اللي خرجت ليا 2 كيلو وتقريبا بهذوك الحبات اللي مشاو 100 غرام 150 غرام. ندوزو للشكل الثاني اللي غيكون عباره على غريبه دواز اتاي اللي كتجي رائعه شكلا ومذاقا، مقادير اللي بسيطه بزاف اقتصاديه، بديل النوغا.
كتجي رائعه مقرمشه وهشيشه في نفس الوقت، كتذوب في اليد قبل الفم. مذاق اللي زوين بزاف ومقادير اللي جد بسيطه واقتصاديه، ما كتاخذش معنا وقت كتير في التحضير ديالها ولا في الطياب ديالها، ما فيهاش بزاف د الخطوات او بزاف ديال المراحل، سهله وبسيطه، والاهم انها كتجي لذيذه. باش تعرفوا معايا على المقادير وطريقه التحضير ما عليكم الا تتابعوا الفيديو حتى النهايه ديالو، ما تسرعوش باش تستافدوا من كل مرحله من مراحل التحضير. وغتشوفوا معايا كذلك في نهايه الفيديو العبار اللي خرجت لي هذه الحلوه، شحال خرجت لي بالضبط، لانها كتعطينا كميه كثيره بمقادير اللي هي بسيطه بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا 250 غرام ديال الزبده اللي كتكون بحراره الغرفه. انا هنا استعملت البواطه، ممكن تستعملوا الزبده ديال العبار او اي زبده كتفضلوا، غير تفاداو من الاحسن المارغرين. استعملت معها نكهه الزبده، 2 لي ساشي ديال سكر الفاني، قبيصه ديال الملحه، 1 الياغورت بنكهه الفاني، معلقه صغيره من خميره الحلويات، وغنحتاجوا الكاس ونص ديال السكر سنيده، كاس ونصف سنيده من الاحسن تكون ديك رقيقه. غنحتاجوا كذلك الكاس ونصف ديال الزيت فقط. الا درتو الزبده د العبار كتنقصوا الكميه ديال الزيت. وكاضافه انا عندي هنا بودره اللوز كانت بقات ليا، يعني من واحد الحلوه غنشاركها معكم، كانت بقات ليا منها واستعملتها، فكتبقى اضافه. وعندي الدقيق حسب الخليط. بالنسبه للاضافات ممكن تضيفوا كاوكاو محمر ومطحون، ممكن الحليب بودره، او ممكن تستغناو عليهم تكتفيوا بالمقادير الاصليه فقط، غير كاضافه فقط. بالنسبه لطريقه التحضير، في اناء كندير الزبده اللي ضروري تكون بحراره الغرفه باش كتساعدنا اننا نخدموها مزيان. وكي قلت لكم من الاحسن انكم تستعملوا يا زبده البواطه يا زبده العبار حسب اللي متوفر. كنضيف عليها القبيصه ديال الملح، لي ساشي ديال الفاني اللي كيعطيونا واحد المذاق وقرمشه زوينه لهاد الحلوه. كيف كتشوفوا معايا هاد الحلوه بسيطه ومقاديرها ساهلين وبلا بيض، يعني لا تقولوا لي نسيتي البيض ولا شي حاجه، راه هاد الحلوه ما فيهاش البيض. غنضيف معلقه صغيره من نكهه الزبده اللي كتغير لنا لوغو ديال ديك الزبده، بحال الا دايرين زبده العبار. ضفت سنيده والزيت، وغنبدا نخدم هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم. غدا نحيد السباتول ونخدم بيدي من الاحسن. ممكن تخدموها بالعجانه، ممكن تخدموا بالسباتول، كيبقى لكم على حساب الرغبه. انا في الاول بديت كنخدمها بالسباتول، ولكن غدا نحيدها وغنخدم بيدي من الاحسن. انا كيعجبني نخدم الحلوه بيدي هكا، كيجيني احسن وكنتحكم فيها اكثر. كنخدموا ديك الزبده مزيان حتى كتخدم لينا الخليط كيولي كريمي، ما كيبقاش بحال الحبيبات فيه بهذا الشكل هذا. من بعد غادا نضيف الياغورت اللي بنكهه الفاني، من الاحسن انه يكون بنكهه الفاني لاننا درنا حتى الفاني في الاول. ممكن تضيفوا حتى الفاني بودره الا كان عندكم. وغنضيف الاضافه اللي قلت لكم اللي هي اللوز مطحون او بودره اللوز، كنمسحو كنطحنو بقشورو، استعملته في وصفه واللي بقى ليا درتو هنا تقريبا شي 3 المعالق. خلطتهم مزيان وبديت كنضيف الدقيق بالتدريج. الدقيق على حسب الخليط وعلى حسب نوعيه الزبده، كذلك نوعيه الدقيق واش كيتشرب ولا لا. من الاحسن انكم تستعملوا دقيق نوعيه جيده يكون خاص بالحلويات، وانتوما كتخلطوا عينكم ميزانكم، ما تخليوهاش تقصح، لان هاد الحلوه ما كتبغيش تكون قاصحه. الا قصحناها في العجينه كتشقق وكيخسر الشكل ديالها وكتجينا قاصحه، يعني حتى فاش نبغيو ناكلوها كتجي قاصحه. غنستمر في اضافه الدقيق بالتدريج، وغنضيف واحد معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، يعني نص خماره تقريبا. غنستمر كي قلت لكم في اضافه الدقيق حتى تولي لي العجين لين، يعني يولي كيتشكل في اليد
وما يكونش قاصح بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش رطب بزاف. كيكون العجين بهذا الشكل هذا كي كتشوفوا، يعني كنخشي صبعي في وسط العجين كيخرج ناشف، وملي كنشكلها كتشكل ليا بهذه الطريقه هذه. من بعد ما كملتش الدقيق اللي عندي كامل كيف شفتوا، من بعد غادا ندوز باش غادا نشكلها. كنبدا كنشكل كويرات بهذا الشكل، وعندي واحد الطبيسي اللي دايره فيه الكوك وشويه ديال السنيده رقيقه من طبيعه الحال، كندوز فيه الحلوى بهذا الشكل هذا. وعندي هاد الطابع اللي دايراه في الدقيق كنسوسو وكنطبع به بهذا الشكل هذا، وكنحطها في اللاطه اللي مفرشه بالبابي كويسون. ممكن بلاش لان الحلوى فيها الزبده فما غاديش يعني ما غاديش تلصق لينا. كنستمر بنفس الطريقه باش نسهل عليا، كنبقى كنشكل كويرات وكنحطهم في هذاك الطبسيل بهذه الطريقه هذه. ممكن انكم تعبروها باش تجيكم قياس واحد، انا هنا درت عيني ميزاني ما عبرتهاش. كنبقى كنشكل بهذه الطريقه، وعندي الحشوه اللي غادا نستعمل الوسط منها اللي كنحتاج فيها الكاوكاو كونكاسي كيكون محمر اللي كنخلطو مع العسل اولا الكونفيتور، كيبقى على حسب الرغبه. كي كتشوفوا كنطبعها بالمرشم، ضروري المرشم كدوزوه في الدقيق باش ما كتلصقش لكم العجينه فيه بهذه الطريقه هذه. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل نعمر اللاطه اللي عندي او نكمل العجينه اللي عندي كامله، وعاد ندوز باش نعمرها بالحشوه اولا ببديل النوغا. من بعد ما كنكمل كنستفهم كاملين في اللاطه، كنجي بصبعي كنضغط الوسط ديال الحلوى بهذا الشكل هذا، بحال كندير واحد الحفيره فين غندير داك بديل النوغا بهذه الطريقه هذه. كنضغط عليهم كاملين، كندير فيهم حفيره الوسط بهذا الشكل هذا. وكنكون ديجا موجده بديل النوغا كي قلت لكم اللي هي كاوكاو كونكاسي. انا خلطته هنا بالعسل، ممكن تخلطوه بالمربى او الكونفيتور، ممكن تخلطوه بنسلي كراميل، كيبقى لكم الاختيار يعني على حسب اللي بغيتو نتوما وعلى حسب اللي متوفر. فهذه كيبقى بديل النوغا سهله وبسيطه، يعني دغيا غنوجدوها بلا ما نبقاو نحضروا النوغا. صافي كنبدا كنهز واحد شويه وكنحط في ديك الحفيره اللي درت. كنحاول انني نثبتو مزيان بهذه الطريقه باش كيبقى ثابت ليا وكيجي يعني الشكل ديالها زوين. كندير غير واحد شويه، غير راس المعلقه تقريبا بهذا الشكل هذا. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنعمر دوك الحفيرات كاملين بهذا الكاوكاو مع العسل. وفي هذا الاثناء كنكون مسخنه الفران يكون سخون من قبل. وغندخلها نقص الحراره قبل ما ندخلها، نقص الحراره الفوق والتحت شاعل، ونخليها طيب على خاطرها ما تاخذش لينا، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، يعني من ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه، لان الا بقات بزاف كتقساح. صافي وكنخرج هذيك الساعه. بالنسبه للفرن الكهربائي فدرجه الحراره كتكون هي 180 ونكونوا مسخنين قبل. ومن بعد ما كنخرجوها من الفران كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديالها. كي كتشوفوا غير كيذهب لونها بهذا الشكل هذا من الفوق ومن التحت. كنخرجوها كتكون بهذا الشكل هذا، كتجي مقرمشه وهشيجه في نفس الوقت، والمذاق ديالها رائع بزاف بمذاق ديال الفاني ومع داك الكوك اللي كندوزو الوجه ديالها فيها، فكتجي غزاله بزاف شكلا ومذاقا وبمقادير اللي بسيطه. كي كتشوفوا كتخرج لينا كميه اللي كبيره. راه الطبسيل تبارك الله عامر، وانا غنعبرها معكم باش تشوفوا بالضبط شحال خرجت لينا اعبار.
سهله بسيطه بديل النوغا بلا ما نبقاو نحضروا النوغا اولا نتعطلوا معاها. وكاين الناس اللي ما كتطيقش ليهم النوغا، اقتصاديه وبسيطه وبلا بيض. كيف كتشوفوا معايا هذا العبار اللي خرجت ليا كيلو ونص، كيلو و507 غرام، يعني كيلو ونص تقريبا. كتجي زوينه وكتخرج كيف شفتوا كميه كثيره. فكانت هذه الحلوه الثانيه ديالنا، كتجي زوينه وسهله وبسيطه وراقيه في نفس الوقت. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها. وندوزو للشكل الثالث. دواز اتاي او غريبه اللي كتجي راقيه، كتجي رائعه بزاف، كتذوب في الايد قبل الفم، مميزه وكتجي غزاله، كتخرج كميه اللي كثيره بربعه ديال الزبده. كتخرج لنا كميه اللي كثيره كتليق للمناسبات، مثلا اسبوع او عقيقه، او ممكن ديروها في اي مناسبه. كتجي رائعه بزاف وكتحمر الوجه، وفي نفس الوقت كتخرج كميه اللي كثيره وعدد حبات اللي كتار. تابعوا معايا الفيديو حتى النهايه ديالو، غتعرفوا معايا على الكميه اللي كتخرج بالضبط وعلى عدد الحبات. باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، ما عليكم الا تتابعوا الفيديو حتى النهايه ديالو وما تسرعوهش. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا الربعه ديال الزبده تكون بحراره الغرفه. من الاحسن انكم تستعملوا يا اما زبده البواطه يا اما الزبده سبيسيال. هنا استعملت زبده البواطه، غنستعمل معها نكهه الزبده، كتبقى اختياريه من طبيعه الحال، غير يعني كتغير لنا ديك النكهه او ديك المذاق ديال زبده البواطه. عندي 2 كيسان ديال السكر كلاصي، عندي 2 كيسان ديال الزيت ما عامرينش بزاف تقريبا، غنخلي لكم القياس بالغرامات في صندوق الوصف. وعندي كاس ديال النشا عامر مزيان، زائد كاس ديال بودره الكريم باتيسير. ممكن انكم ديروا الكيسان بجوج نشا، انا فضلت انني ندير الكريم باتيسير او بودره الكاسترد لان المذاق ديالو زوين ومميز وكيخلي لنا الحلوه هشيشه. درت هنا ديال الفاني، عندي 2 بيضات زائد 2 صفار بيضات، عندي نص خماره ما يعادل 4 غرام، وواحد الياغورت. هنا استعملت بيرلي اولا هذا الجبن، من الاحسن تستعملوه، الا ما توفرش تستعملوا الياغورت الطبيعي بدون سكر من الاحسن. عندي واحد 3 المعالق حتى 4 المعالق ديال الحليب غبره او الحليب بودره محمر، والنكهه د الحامض مع قشور الحامض كيبقاو اختياريين، ممكن ديروا النكهه اللي بغيتو. انا فضلت انني نديرها بالنكهه د الحامض. وغنحتاجوا الدقيق حسب الخليط، الدقيق يكون مغربل نوعيه جيده ديال الحلويات. غتعرفوا معايا في نهايه الفيديو على شحال الكميه اللي خدات معايا بالضبط. في اناء كندير الزبده كي قلت لكم تكون بحراره الغرفه. كنضيف عليها واحد القبيصه ديال الملح اللي ضروريه. هنا غادا نضيف معها النكهه ديال الزبده. الا ما استعملتش صراحه الزبده سبيسيال كندير نكهه الزبده سواء مع المارغرين سواء مع زبده البواطه. كنضيف عليها السكر كلاصي اللي كنغربلو، ضروري يكون مغربل، ما يكونوش فيه دوك الحبيبات، يتغربل مزيان. وكنخدمهم مع بعض مزيان، ضروري نخدم الزبده مع السكر كلاصي مزيان حتى كينسجم داك الخليط وكيولي كريمي. وكنضيف عليه الزيت. بالنسبه لكميه الزيت ممكن نقصوا منها، ديروا غير كاس ونص، خصوصا الا درتو الزبده سبيسيال اولا زبده العبار كديروا غير كاس فقط لانها كتكون ميدمه. وكنضيف الكاس ديال النشا والكاس ديال بودره الكاسترد او بودره الكريم باتيسير. الدور ديالهم ان الحلوه كتجي هشيشه وكتجي رطبه، وفي نفس الوقت كيعطيوها واحد المذاق اللي زوين، خصوصا داك بودره الكاسترد
كتعطي واحد المذاق اللي غزال بزاف. من بعد ضفت الحليب بودره محمر اللي كي قلت لكم كيبقى اختياري، ممكن تضيفوه ممكن لا، كيبقى على حسب اللي متوفر عندكم. من بعد كنضيف الياغورت، كيعطي واحد المذاق اللي رائع بزاف. ممكن انكم ديروا الياغورت الطبيعي عوض هذا البيرلي. مهم ان الياغورت اللي غتستعملوا يكون اللون ديالو ابيض، ويكون من الاحسن انه ما تكونش فيه حتى نكهه، من الاحسن. من بعد ضفت البيض، ملي ضفت البيض ضفت القشور د الحامض باش كيحيدوا لي ديك الزفوره د البيض، وكنخلط العناصر مزيان مع بعضها حتى كتنسجم. وغادا نضيف النكهه ديال الحامض. ممكن كي قلت لكم ديروا النكهه اللي بغيتو، ممكن ديروها بالنكهه الفاني، ممكن بالنكهه النوازات، ممكن بالنكهه الكراميل، يعني كيبقى لكم الاختيار في النكهات. من بعد ما كينسجم لي الخليط كنبدا كنضيف الدقيق بالتدريج، دائما الدقيق بشويه بشويه، خصوصا في الغريبات بحال هادو ما خاصهمش يجيو قاصحين، خاصه العجينه تكون رطبه باش الغريبه تجينا رطبه ما تجيناش قاصحه، لان الا قصحت راه ما بقى فيها ما يتكال وما كتجيش زوينه. كنبقى كنضيف الدقيق من طبيعه الحال يكون مغربل من قبل، انا راه مغربلاه عاد درتو في هذا البول هذا، وكنبدا كنضيف فيه بالتدريج. كنبقى كنضيف حتى كتجمع ليا العجين، وكنضيف نصف الخماره تقريبا 4 غرام. بالنسبه للدقيق فتقريبا خدات معايا 750 غرام، هي اللي كنت عبرت انا في هذاك البول. 750 غرام اللي دخلات، كيبقى دائما على حسب نوعيه الزبده اللي استخدمته، على حسب الحجم ديال البيض كذلك ونوعيه الدقيق. صافي كنخلي اون فوا كتجمع ليا العجينه وكنجربها كتبدا كتشكل، صافي كنحبس من الدقيق. من بعد غنبدا نكورها هنا باش غير يعطيوني قياس واحد. ومن الاحسن في هذه الغريبه هذه انكم تعبروها. الا ما كانش عندكم ميزان او لا ما عندكمش الوقت باش تبقاو تعبروا فكديروا عينكم ميزانكم، ولكن الا كنتو غديروا على شي مناسبه من الاحسن انكم تعبروها. هنا كل حبه كندير فيها 18 غرام باش هكا كيجيوني قياس واحد، و كيجيو مقادين وكيجيو يعني الحجم ديالهم كيجي متوسط، ما كيجيوش كبار بزاف وما كيجيوش صغار بزاف. وديجا راه حنا دايرين غير نص خماره، يعني راه ما غاداش تشدي علينا بزاف او ما غاداش تخمر بزاف. نص خماره راه ما غاداش تخليها تخمر بزاف. راني ضفتها مع الدقيق، نسيت ما قلتها لكم. المهم كنبقى باش نسهل عليا الخدمه كنبقى كنهز كميه كنعبر وكنحطهم حدايا، كنبقى كنعبر بهذه الطريقه هذه وكنحط حدايا حتى كندير واحد العدد ديال الكويرات. صافي كنبدا كنكور هكا كتجيني سهله صراحه. هذه هي الخدمه بحسن ما انني نبقى كل وحده نعبرها بوحدها ونكورها. كنحط نعبر ونحط عاد ندوز كنبدا كنكور. كنحطهم في واحد لاطا اللي مفرشه بابي كويسون اولا بلاش، لان الحلوى فيها الزبده ما غاداش تلصق. والفران كيكون مسخن من قبل. الا كان الفرن الغازي كتسخنوه من قبل، المهم يكون سخون مزيان، تشعلوه من الفوق ومن التحت، النار تكون منقوسه بزاف تكون مهيله. الا كان الفرن الكهربائي كتشعلوا الفوق والتحت درجه الحراره 180. من بعد ما كطيب كتكون بهذا الشكل هذا كي كتشوفوا. كنخليوها يذهب لونها، تنقصوا عليها كي قلت لكم الفران باش ماشي تحمر او لا يذهب لونها وتبقى من الداخل خضراء، لان فاش كنكوروها ما كنضغطوش عليها كتبقى شويه بومبي. صافي من بعد ما طابت وخرجتها كناخذ الشكلاط الابيض. هنا استعملت كاله ذوبته، وعندي هنا هذا العقيق الصفر، هذا الرقيق هذا، لانني درت النكهه الحامض فاختاريت هذا العقيق الصفر. ممكن الى عندكم مناسبه او لا كي قلت لكم اسبوع، الا كان زعما بنيه ديروا داك العقيق في الغوز، الا كان وليد ديروه في الازرق، الى يعني ممكن ديروه في الخضر الا كانت شي مناسبه الحنه. كيبقى على حسب نتوما لاش بغيتو ديروا هاد الحلوه هذه. كنبدا نغطس الحلوى في الشكلاط
كنغطسها مزيان بهذه الطريقه هذه، وكنحطها في بلاطو اللي مفرش بابي كويسون اولا بلاستيك اللي متوفر. كنغطسها مزيان تلبس بداك الشكلاط. ودائما كي كنقول لكم الشكلاط كتذوبوه وكتخليوه حتى كيدفى شويه عاد كتستعملوه باش كيحافظ على اللمعان ديالو وكيشد لنا كيقبض في الحلوى مزيان، لان هاد الحلوى خاصها تغطس مزيان. من بعد ما كنحطهم بحال هكا كنحاول ندفعهم بالفورشيط بهذه الطريقه هذه باش هكا كنتخلص من دوك الزوائد اللي عندي. كتجي الحلوى مفينيه. كندفعهم بهذه الطريقه وغناخذ العقيق. كي قلت لكم هنا درت العقيق الصفر لانني درت نكهه الحامض، فعجبني انني ندير العقيق الصفر. التزيين كيبقى اختياري. كنرش هكا غير شويه من الفوق. ممكن الا ما عندكمش هاد العقيق ديروا غير خطوط بالشكلاط الابيض، او ديروا الكاوكاو او اللوز كونكاسي محمر، او لا ديروا تغطسوها في الشكلاط وديروها في الكوك، او لا الفويتين. كيبقى على حسب اللي متوفر وعلى حسب الرغبه من طبيعه الحال. غنستمر في نفس الطريقه غنكمل الحبات اللي عندي كاملين. كنغطس الحلوى مزيان وكنحطها كنحاول انني ندفعها غير بشويه بالفورشيط باش كتجيني مفينيه صافي. وكنزينها بدوك العقيق ديال الشكلاط. بالنسبه لهاد الزوائد اللي بقاو ليا ما كيضيعوش. ممكن تزينوا باللي بغيتو. ممكن الا ما توفرش داك العقيق ديروا غير خطوط ديال الشكلاط، اولا ديروا كاوكاو او لوز كونكاسي او الفويتين اللي بغيتو. من بعد كنحطها في الثلاجه واحد 5 دقائق غير كيبرد داك الشكلاط. بعد ما خرجتها كيف شفتوا معايا دوك الزوائد كاع حيدتهم. غادا نعاود ندوبهم ونعاود نستعملهم. كي قلت لكم راه ما كيضيعوش. من بعد كناخذ الكويرطات وكنبدا كنحط فيها الحلوى ديالي بهذا الشكل هذا. كيجي هذا هو الشكل ديالها. كي كتشوفوا راه كتجيب راقيه وزوينه وسهله ما فيهاش تماره بزاف، وصراحه كتذوب في الفم. كتجي شي حاجه اللي طب، واحد المذاق اللي زوين. ومقاديرها راهم بساط، ماشي شي حاجه اللي زعما اللي صعيبه ولا اللي ما غتكونش متوفره ولا غتكون غاليه بزاف. اقتصاديه وسهله. كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا. كي كتشوفوا كتجي بريستيج، كتجي غزاله، كتجي راقيه وغزاله وكتذوب في الفم وكتحمر الوجه وكتخرج لنا عدد كبير ديال الحبات وكميه كبيره كذلك. بالنسبه لعدد الحبات اللي خرجت ليا بالضبط فهو 100 حبه. 100 حبه بالضبط. وإلا استعملتوا مثلا الزبده ديال العبار فممكن تخرج لكم اكثر، لان قد ما كانت الزبده منظمه والحجم ديال البيض كبير قد ما كتهز الدقيق اكثر وقد ما غتخرج لنا اكثر عبار اكثر. فهنا خرجت لي 100 حبه بالضبط. والعبار هانتوما غتشوفوه معايا في الاخر ديال الفيديو. غنقسم معكم واحد الوحده باش تشوفوا كيفاش كتذوب في الايد قبل الفم. كتجي رائعه بزاف، المذاق خيالي، خصوصا انها بنكهه الحامض. هاد النكهه كتزيد تميزها وكتعطيها واحد المذاق اللي رائع بزاف. بالنسبه للعبار انا غادا نعبرها قدامكم تشوفوا معايا بالضبط شحال خرجت ليا. كتخرج بالضبط عبار بالميزان 2 كيلو عبار، يعني بربع الزبده فقط كنخرجوا منها 2 كيلو عبار و100 حبه. 100 حبه و2 كيلو عبار، يعني حتى لا بغيتو ديروا شي مناسبه 100 حبه راه فيها الخير والبركه. كتخرج كميه اللي كبيره والحمد لله. يعني كتحمر الوجه وكتجي زوينه، ما كتخافوش منها زعما يكون فيها تهرس ولا يوقع لكم شي حاجه. يعني عدد الحبات كيجيو هما هادوك. فقط تبعوا المراحل وتبعوا النصائح والطريقه ديال الطياب. تنقصوا عليها الفران باش طيب مزيان وما تبقاش خضره من الوسط. والشكلاط كذلك فاش تذوبوه تخليوه حتى يدفى باش كيبقى داك اللمعان ديالو في الحلوى.
هنا سال الفيديو ديالنا، ما بقى لي الا نقول لكم بسلامه عليكم. كنتمنى ان الحلوه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي كي جاتكم في لي كومونتير.